جيت اليوم نهضر على واحد الظاهرة اللي تارتني شحال من مرة وضراتني في خاطري. الأمر تيتعلق ببعض الأعمال اللي فيها خطورة، بحال العمل ديال الحارس الليلي أو الباعة المتجولين. هاد الناس اللي تيضاربوا بعرق محاينهم وعرق كتافهم باش يصوروا طرف ديال الخبز. فبعض الزبناء تلقاوهم تيتناقشوا مع هاد الناس في الثمن، شنو هي 3 دراهم و5 دراهم و10 دراهم. بعض المرات غير درهم ديال النعناع يبقى الواحد يتناقش معاهم نقص ما نقص. بالعكس هاد الناس راه خصنا نتعاونوا معاهم، ما نحتاجوش اننا نقولوا لهم نقصوا، ولا حنا خصنا نزيدوهم، حنا خصنا نعاونوهم. راه الله يحسن العوان، كاين اللي عنده كاري الدار وتيخلص الماء وتيخلص الضوء وعنده الوليدات والوليدات تيقراو ليه، وكاين اللي كبير في العمر، وكاين اللي باقي شاب صغير، وكاينه اللي مراه تتضارب على اليتامى ولا على مطلقه وعندها وليدات وخارجه تتخدم بعرق كتافها. فهاد الناس بغاو يعيشوا بالحلال، نتعاونوا معاهم. راه بعض المرات تلقاو في لي سوبر مارشي وفي الاسواق الكبيره تنخلصوا ولا تيخلصوا الناس كتر من داكشي اللي مطلوب منهم، وباش ما قال لك تتخلص. وهادو اللي محتاجين المساعدة تنبداو نتاواو معاهم ونبداو نتناقشوا معاهم. كونوا شوية، تكون فيكم الإنسانية. وحتى السلطات تناشدهم من هذا المنبر باش يوجدوا للناس ويوفروا لهاد الناس فين يعيشوا، ويعاونوهم باش يعيشوا باللقمة الحلال، ويحاربوا الناس اللي تيعيشوا بالحرام واللي تيسرقوا واللي تينهبوا، ويعاونوا هاد الناس.